النهاردة كل الأنظار كانت رايحة ناحية مسجد الشرطة بالشيخ زايد. هناك اتعمل عزاء والد الفنان محمد رمضان، واللي كان الحدث الأبرز من امبارح والنهاردة على السوشيال ميديا، وده بسبب الحضور الكبير من النجوم والأجواء المؤثرة اللي عاشها الكل. محمد رمضان فقد والده فجر الجمعة وأعلن الخبر بنفسه وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا الغالي رجع لربه بعد الفجر. الخبر صدم جمهوره وكل الناس اللي متابعاه، لأن رمضان دايما كان بيتكلم عن والده بحب واحترام شديد، وبيعتبره السبب في اللي هو فيه النهاردة. الجنازة كانت بعد صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود في المهندسين، وحضرها عدد من المقربين منه وأفراد عيلته، لكن وقتها اتقال إن نجوم كتير غابوا عن الجنازة، وده خلى فيه تساؤلات كتير على السوشيال ميديا وقتها. ولكن العزاء بقى حاجة تانية خالص. من أول لحظة بدأ فيها العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، الدنيا اتقلبت صف طويل من السيارات قدام المسجد، وعدد كبير جدا من النجوم والوجوه المعروفة في الوسط الفني والسياسي كمان، وكمان بعض الشخصيات العامة من رجال الأعمال والسياسة اللي جم مخصوص يقدموا واجب العزاء. ده غير علاء وجمال مبارك كانوا من بين الحضور لتقديم واجب العزاء لأسرة محمد رمضان. محمد رمضان كان واقف في الصف الأول عند مدخل القاعة مستني الناس، وشكله كان باين عليه الحزن والتعب. الناس كلها قالت إن دي المرة الأولى اللي يشوفوا فيها رمضان بالانكسار ده، بعيدا عن الأضواء والتصريحات والجدل، مجرد ابن حزين على والده. القاعة كانت مليانة بالحزن والتقدير، محدش جه علشان الصورة، الكل كان جاي فعلا يعزيه ويسنده في يوم صعب. وشفنا كمان الفنانة درة وهي داخلة العزا متأثرة جدا، والفنان حسن الرداد اللي حضر بدري وفضل وقت طويل مع رمضان، وكمان لقاء سويدان اللي كانت واحدة من أول الحاضرين. كمان كان في وجود من شخصيات خارج الوسط الفني زي بعض الإعلاميين والمخرجين الكبار، واللي جم يعزوه في والده اللي معروف عنه كان راجل محترم ومتدين وحافظ القرآن الكريم. محمد رمضان بعد العزاء قال كلمتين قصيرين للصحافة، قال إن والده كان أحن إنسان في الدنيا، وإن عمره ما شاف منه إلا خير، وإنه كان بيصاحبه لصلاة الفجر، وإن كل حاجة حلوة فيه اتعلمها منه. كلماته كانت بسيطة بس صادقة جدا، والناس حسوا إنها خارجة من القلب فعلا. الناس على السوشيال ميديا تفاعلت جامد جدا، وكلهم اتفقوا ان محمد رمضان رغم شهرته في النهاية انسان بسيط اتكسر على والده، ودي لحظة بيعيشها اي حد مهما كانت مكانته. العزاء خلى الكل يتكلم عن الوجه الانساني لمحمد رمضان، واللي نادرا ما بيظهر في المناسبات العامة، وحتى الناس اللي كانت بتنتقده كتير منهم كتبوا دعاء بالرحمة لوالده ودعوا له بالصبر والثبات. وفي نهاية اليوم الدنيا كلها اتجمعت على كلمة واحدة، إن محمد رمضان النهاردة مش النجم ولا نمبر 1، النهاردة هو ابن مكلوم على فراق أبوه، والكل دعاله إن ربنا يرحم والده ويسكنه فسيح جناته ويصبر أسرته، وخصوصا أمه وأولاده اللي كانوا متأثرين جدا بالعزاء.